مع الأسف الشديد بعض الموظفين بين قوسين في الإدارات العمومية المغربية، سواء داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، رغم أنه كتلقاه تبارك الله في موظف ديال الدولة سنين، ولكن العقل وريلا ما تيبغيش يستوعب بأن الوجود ديالو في ديك الوظيفة أو لا في داك المركز ولا في داك المنصب راه موجود من أجل خدمة المواطن، لا أقل ولا أكثر، وبأن الدولة الله يعزها راه حاطك في داك المنصب باش تخدم المواطن، تخدمه يعني تسهر على الراحة ديال المواطن. ولكن البعض منهم كيشوف العكس، أنا موجود في هذا المركز هذا، انا هاد الناس ندير فيهم ما بغيت، انا مسلط عليهم، نتكرفس عليهم، نديهم نجيبهم المهم هادشي راه لامسينو المواطنين تيلمسوا هادشي هذا وعارفينه، والادارات العموميه راه فيهم هادشي، وهادشي ما كاين فيهش بان كاينين موظفين كذلك، رغم انك تلقى سبحان الله العظيم بعض الموظفين شباب اقسم لك بالله العظيم غير تشوفوا تفرح، تشوفوا غير مجرد ما تشوف فيه تفرح، غير ديك الضحكه ديالو صافي الصدر ديالك كيتشرح. اما راه شي وحدين كتدخل عليهم معبس ومنفخ وباغي تفرقع بوحديتو بحال واكل ليه الورد. فهاد الاشكال هذا تيخص الدوله تيخصها تشوف كيفاش تعالج هاد الاشكاليه، لان كاين اللي عنده ديك العقليه ديال القلاوي، تيشوف راسو في شي منصب تيقول انا راه مسلط على هاد الناس، ندير فيهم ما بغيت، نتكرفس عليهم، تيبغي يتصرف كيف ما بغى. ما كاينش واحد ديال ان نشوف انا مصلحه المواطن فوق كل شيء، مصلحه المواطن فوق الغرور ديالي، لا ما كاينش داك الشيء، لا انا غنرضي الغرور ديالي، انا نرضي الغرور ديالي. هاد المواطنين خصني نشوفهم لتحت تحت صباطي، ولكن هادشي طبعا غلط، طبعا هادشي نابع من الفكر ولا ربما حتى البيئه اللي كابر فيها هاد الموظف هذا. دائما مصلحة المواطن ومصلحة الوطن فوق كل شيء، والسلام.